بيقول لك بقى نادي الزمالك يا عزيزي، سواء اهلاوي او زملكاوي، الفيديو ده هيهمك. قال لك نادي الزمالك تقريبا بيعلن افلاسه. ليه بقى بيعلن افلاسه؟ دي معايا. شيكو بنزا عايز مستحقاته، بزيرة عايز مستحقاته، النادي بتاعه عايز مستحقاته، المعالي النادي بتاعه عايز مستحقاته. ما تقفلش قاص، لسه سيبه مفتوح. لا، سيب القوس مفتوح. محدش عارف مين اللي هيدخل تاني. المدرب اللي عايزين يمشوه بمدرب تاني مش عارفين يدفع الشرط الجزائي بتاعه. زيزو ال 80 مليون بتوعه. فريق كرة اليد بتاع نادي الزمالك اللي هو المفروض كان مميز من فترة من الفترات، وهم كانوا ملوك الصالات فيها. يقول لك مش هيلعب بطولة أفريقيا عشان معهمش فلوس يسافروا. عدي الدباغ عايز فلوسه. التاج الأصيل اللي فيهم قال لك لو خلال 10 أيام مش هتدفعوا له مستحقاتي أنا أروح أشتكيكم. وبيقول لك إن بزيرة كمان اشتكى، يعني مش لسه عايز فلوس، لا بيقول لك اشتكى للفيفا إن هو ما خدش فلوسه والنادي ما خدش فلوسه. عندك اللعيبه اللي في الفريق اللي ما خدتش مستحقاتها بقى لها 3 4 شهور لسه برضه. يعني ايه نادي الزمالك مع احترامي ليكم وكل حاجه، يعني ايه نادي الزمالك بحجم نادي الزمالك بجمهوره بشعبيته ببطولاته على كميه الفلوس والغرامات دي كلها مش عارف يسدها؟ هتيجي تقول لك اصل اللي وزع البطولات، اللي وزع الفلوس وزع البطولات. شيلوا الوهم ده، شيلوا الوهم ده من دماغكم. ميدو طلع قالها لك كذا مره، قال لك اللي بيهد النادي الاشخاص اللي جوه النادي. يعني اللي بيهد الزمالك وعايز الزمالك ما يقفش على حاله وعايز الزمالك ما ياخدش بطولات الاشخاص اللي جوه النادي. انتوا ليه مش شايفين ده؟ انتوا مشكلتكم ان انتوا شايفين الاهلي دايما اللي هو اللي شايفين الاهلي قدامكم، شايفين المؤامره، مش باصين ليكم. ركز مع نفسك، من زمان ركز مع نفسك. الارض اللي معاك ارض 6 اكتوبر اللي معاك بقالها تقريبا اكتر من 20 سنه، اللي ما اتفحرش فيها ولا اتحط فيها طوبتين. يعني ايه ارض معاك 20 سنه عمال تاخد فلوس استثمارات وكل حاجه وما بتحطش فيها؟ ما حاولتش تطور ولا تفتح فرع ولا اتنين عشان يجي لك دخل؟ القواضي اللي على الفيفا، ايوه القواضي دي كلها انت كاداره حاليا بتشيل الاخطاء الادارات اللي فاتت. يعني الاداره اللي فاتت هي اللي كان عليها غرامات كتير، فانت بتحاول تدفع وتحاول تسد وتحاول تصلح. الاداره اللي فاتت هي اللي عليها اللوم عليها لوم كبير. يعني ايه كميه الغرامات اللي الفيفا دي من الانديه واللاعيبه؟ امال انت كنت بتعمل ايه؟ بتجيب لاعيبه ما بتدفعش فلوس، امال الفلوس راحت فين؟ ما هو ده برضو كل ده اسئله. الفلوس راحت فين بدل انت عمال تجيب لعيبه تجيب لعيبه تجيب لعيبه وتسيبها ما تاخدش مساحات وتروح تدفع؟ فالاداره اللي اجت اللي هي الوقت اللي كابتن حسين لعيب فتح صدره قوي وقال لك انا لو المركب بخرم هقدر امشيها. طب المركب الوقت فيها 10 اخرام، هتقدر تمشيها؟ خرم واحد ما قدرتش تمشيها. قال لك اصل زيزو هو اللي فوق الفرقه وكويس انها مشيت. هو فعلا كويس لو مشى، كنت هتدفع له، كنت هتجيب له المبلغ اللي هو كان عايزه ده منين؟ ما بالك بقى بقيه اللعيبه بقى. عبد الله السعيد بقى ساعتها يقول لك انا عايز كذا ودونجا ومش عارف ايه. فاللي هو يعني ايه بالمبلغ اللي عليكوا ده كله؟ يقول لك اصل الاهلي المؤامره، مفيش حاجات من دي، مفيش. على طول مركز مع الاهلي، على طول شايف الاهلي، على طول مش عارف ايه. ما ركزتش مع نفسك ابدا. ما حاولت نادي بيراميدز اللي انت اول لما طلع ايوه يا بيراميدز يا جامد وانا هشجعك وهدعمك، لحد ما اخد مكانك. راح اخد افريقيا اللي انت ما خدتهاش من 2002، اللي هو بقى النادي بقى له 3 4 سنين راح اخد افريقيا واخد بطولات. تقول اصل معاه يصرف، سيبك من معاه يصرف، انت وقفت وراه وشجعته ودعمته وجمهورك بقى يشجعه. قلت اصل مش عارف ايه، لحد ما اخد افريقيا مكانك واخد مكانك. بقى هو التاني اللي بينافسنا بقاله 3 4 سنين وانت مش موجود. كرة اليد اللي كان مميز وكنت ملوك الصالات فيها من 4 و5 و6 سنين دلوقتي مش موجودين. هتقول اصل الاهلي برضه، ماله الاهلي؟ انت ما ركزتش مع نفسك، انت على طول مركز مع الاهلي. ما اهتمتش بكرة الصالات اللي انت كنت اللي انت كنت رقم واحد فيها حرفيا. ما اهتمتش بيها وركزت في فريق الكوره وسبت ديت لحد ما كله وقع، كله وقع مع بعضه. فالحل ايه؟ قال لك الحل حاليا ان الارض 6 اكتوبر ترجع. طب وبعد ما ترجع هتاخدوا برضو مديونيات ومش عارف ايه. طب انت قلت يعني هجيب صفقات، جبت صفقات ب 7 مليون دولار اللي هم الصفقات الصفقات الاخيره ديت. راحوا فين الفلوس؟ ال 7 مليون دولار اتدفعوا فين بدام انت عليكم كل المديونيات ديت؟ ال 7 مليون دول راحوا فين؟ ما تفهمش. يقول لك اصل احنا مش عارف. طب اما نشوف اللي هيحصل. انا فعلا لما فكرت وسمعت الاخبار انا اتضايقت. اصل انت على طول كنت المنافس بتاعي، انت على طول غريمي يعتبر. فالوقت انت يعتبر مش هتبقى موجود. طب وبعدين؟ فين المنافسه بيني وبين بيراميدز ولا لها اي لازمه؟ بديله على دماغه على طول وعادي. انما كقيمه نادي الزمالك تاريخيا والاهلي وجمهورنا، يعني انا واحد هقول لك انا فعلا زعلت لما سمعت كل الحاجات دي. انا ما بحبش الزمالك بس في نفس الوقت هو غريمي.
هو الند بند، هو اللي كان موجود على الساحه السنين دي كلها. انت فاهم قصدي؟ فما نشوف. ويا ريت اي حد زملكاوي او اهلاوي علق لي على الفيديو ده، عندي بشير لايك وسبسكرايب.